السلام عليكم. القصة الجميلة قصة حب حصلت بين شاب عربي وتركية في اسطنبول. بداية كده بالورد الجميل. الورد ده الأحمر معناه الفرح والفرحة الجميلة، علشان القصة ديت قصة الحب ديت انتهت بالجواز. الشاب ده كان راكب محطة المترو، وهو كده راكب الحكاية بالظبط، قاعد كده في حاله. وهو قاعد كده، انتوا عارفين من الفاتح للسلطان أحمد، وهو كان قال بيقول قاعد جنب الشباك وببص كده. يا الله، قد ايه القصة جميلة. قال لي بتفرج كده على السلطان أحمد، وبنعدي على الحديقة ومسجد آيا صوفيا، وبعد كده وانا قاعد كده قدامي الكرسي اللي قدامي اللي ورا قدامي على طول، كان في بنت. بصيت كده عليها، لقيتها بتبص عليا. فبصيت كده، حسيت بإحساس غريب. قلت له ايه الإحساس الغريب ده؟ قال لي كأني حاسس كأني أنا أعرفها من زمان. بصيت لها كده وابتسمت. قال لي أنا في العادي عندي حياء مع النساء، لا أريد، يعني ما بنظرش في عين النساء، عندي حياء. لكن هذه البنت سبحان الله كانت في عيني أجمل امرأة في الكون. بعد كده كنت أبص على مسجد السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا، وبعد كده ببص كده عادي عادي يعني في الركاب. فبعد كده إيه اللي حصل؟ اللي حصل هو بيبص كده لقى البنت بتبص عليه. بص كده عليها، شاف قمة البراءة في عينها، وشاف قمة الطيبة في عينها، فابتسم لها ابتسامة جميلة زي كده. هي كمان هي كمان ابتسمت لي ابتسامة حلوة. بعد كده ايه اللي حصل؟ صاحبي بيقول ما تعجلش، سمع كلام قلبه وقال انا استنى لغاية لما البنت تنزل من المترو واتكلم معاها. قال كأن حاجة بتدفعني ومن غير كسوف، كأني رايح لإنسانة والله مش غريبة عليا. فاللي حصل الحاجة المهمة جدا سبحان الله، لما نزل من محطة المترو هو وهي نزلوا مع بعض. طبعا البنت هي اللي نزلت الأول وهو نزل. قال لها لو سمحت. قالت له اتفضل. قال لها هو حضرتك تعرفيني؟ قالت له لأ. قال لها بس لقيتي انت بصيتي عليا يعني كأنك تعرفيني. قالت له صراحة لا أنا ما أعرفكش، أول مرة أشوفك. قال لها عرفها بنفسه وتكلموا مع بعض. راح سبحان الله اتكلموا مع بعض، حسوا الاتنين بدفء كبير. وجعلنا بينكم مودة ورحمة. بعد كده سبحان الله من هذه القصة، في البداية أول قعدة وهم واقفين قال لها كلمة. قال لها شوفي، أنا عمري في حياتي ما خطبتش ولا اتجوزت، لأن أنا إنسان صادق منتظر فعلا الإنسانة اللي أنا بحبها أحبها وأتقدم لها. بعد كده البنت سمع كلامه وبتسمع. قال لها والله العظيم أنا حبيتك. طبعا الناس تقول إزاي حبيتها من أول مرة؟
تكفي من أول مرة أنك تحب إنسان، مش بالسنين. ياما ناس كتير عايشين وعارفين بعض بقالهم سنين ولا بيحبوا بعض. الحب هي حب الأرواح والطمأنينة والطاقة الإيجابية اللي ما بينهم. قال لا أنا حبيتك من أول مرة ونيتي الجواز، فأنا إنسان مستقيم، فممكن أعزمك على كوباية شاي أو عصير نشرب مع بعض. البنت ابتسمت وقالت ما فيش مشكلة. البنت ما شاء الله عليها فاهمة الدنيا، متعلمة، فاهمة الحياة. قعدوا مع بعض. المقابلة بالظبط حوالي 3 ساعات، وال3 ساعات فاتوا بسرعة الصاروخ وكأنهم دقيقتين، لأن الوقت الجميل بيفوت بسرعة جدا. فبسم الله ما شاء الله اتفقوا، خد رقمها، خدت رقمه. ومن اللحظة ديت هو اللي قال كده، قال في العادي في العرف ان احنا نتقابل مرة واثنين وثلاثة ونعرف الاهل. لا 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 لا، قال للبنت لما تروحي قولي لأسرتك اني انا في شخص عايز يتقدم لي. البنت قالت له انا عايز اقول لك على حاجة. الراجل قال لها اتفضلي. قالت له انت تعرف ان في شباب كتير اتقدموا لي، اللي هو جواز الصالونات، واهلي مفيش مشكلة اقعد مع العرسان في الصالة في وجود اهلي، مفيش مشكلة، ولا حد ارتحت له خالص. البنت قالت له تعرف لما انا شفتك وانت في المترو، انت نفس المواصفات الرجل اللي انا بحلم بيه، علشان كده كنت ببص لك وابتسمت لك لما انت شفتني، ابتسمت لك لان انت اللي انا بدور عليه، انت النص التاني. وبعد كده بسم الله ما شاء الله اتجوزوا. الشاب ده مين يا جماعة؟ الشاب ده شاب عربي ومقيم في اسطنبول. الشاب ده انا اتعرفت عليه امبارح وانا بتمشى في السلطان احمد في الحديقة هناك. كنت بتكلم في التليفون باللهجة المصرية بمصرتي، بكلم اصدقائي، اللي هو لفت انتباهه ان انا بتكلم عربي وكده، فحب يتعرف عليا، وانسان محترم، فدردشنا. فقلت له هل تسمح لي واستأذن منك اني اقول قصتك وانشرها، قصة مليئة بالحب والامل؟ قال لي طبعا يا علي. وقال لي ازيدك شيء. قلت له زدني يا صاحبي زدني. قال لي انت تعرف انا طول السنين اللي انا عايشها لم افقد الامل اني الاقي شريكة حياتي، المرأة اللي انا بدور عليها. انت تعرف يا علي اني اهلي واصحابي واخواتي واحبابي كانوا بيقولوا لي امتى هتتجوز، يلا امتى القطر هيفوت عليك. قال لي انا كنت عارف ان كلامهم كلهم غلط، عايزين اتجوز اي حد وخلاص، لكن ما القلب وما يريد، القلب وما يريد يا علي. فهي ديت الرسالة الجميلة اللي أنا حبيت أشاركها معاكم، علشان أبعث الأمل في كل واحد فينا يسمع القصة الجميلة ديت. علشان كده أنت لو عندك حلم أو نفسك في حاجة تحصل لك لا تفقد الأمل. شفت اتجوز اللي هو لقاها بالظبط. فلا تفقد الأمل، سواء أمل دنيوي آخري، عايز ربنا يرضى عليك لا تفقد الأمل، ربنا هيرضى عليك. عايز يكون عندك فلوس لا تفقد الأمل، هيكون عندك فلوس. عايز تتجوز لا تفقد الأمل، هتتجوز. فرجاء وليس أمرا القصة الجميلة دي تشاركوها لو سمحت على الجروبات الواتساب عندكم، لعلها تدخل على إنسان السرور والأمل.
وللمزيد من الفيديوهات اشترك في القناة وفعل زر الجرس. تحياتي، علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.